لو سألت اليوم من هو الطبيب الذي سبق أوروبا بقرون في اكتشاف سر دوران الدم في الجسد؟ فقد لا تتوقع أن الإجابة هي عالم مسلم عبقري غير مجرى تاريخ الطب إلى الأبد. إنه ابن النفيس. في هذا الفيديو نأخذكم في رحلة مدهشة داخل عقل هذا العالم الفذ، مكتشف الدورة الدموية الصغرى وصاحب أعظم شروح طبية في التاريخ الإسلامي. كيف عاش؟ بماذا تميز؟ ولماذا تدرس إنجازاته اليوم في كبرى الجامعات العالمية؟ تابع الفيديو للنهاية لتكتشف أسرار لا يعرفها الكثيرون عن ابن النفيس. ابن النفيس عالم موسوعي، فهو طبيب عام وطبيب كحال عيون، وعالم بالمنطق والفقه والحديث وبعلم الأصول وباللغة العربية نحوها وصرفها، وقد اشتهر بلقب ابن النفيس لنفاسة عقله وعمله. وقد قيل فيه: لم يوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له في الطب، ولا جاء بعد ابن سينا مثله. قالوا: وكان في العلاج أعظم من ابن سينا. إن أول من تنبه إلى أخطاء جالينوس ونقدها ثم اكتشف الدورة الدموية الصغرى لم يكن سيرفيتوس الأسباني ولا هارفي الإنجليزي، بل كان رجلا عربيا من علماء الطب في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي، وهو ابن النفيس الذي وصل إلى هذا الاكتشاف العظيم قبل هارفي ب400 عام، وقبل سيرفيتوس ب300 عام. اسمه ونشأته: هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، وهو طبيب وعالم ولد بدمشق سنة 607. نشأ ابن النفيس بدمشق وأخذ علوم الطب على أيدي أطبائها، وبخاصة على يد كبير الأطباء مهذب الدين والدخوار صاحب مدرسة الدخوارية الطبية بدمشق. ثم رحل ابن النفيس إلى مصر، واستوطن بها في مدينة القاهرة، وأصبح عميد البيمارستانتان أو المستشفى الناصري، مستشفى قلاوون حاليا، الذي أنشأه السلطان قلاوون عام 580 الهجري، كما صار طبيبا خاصا للسلطان ببيرس البندقدار ملك مصر والشام طوال السنوات 22 الأخيرة من عمر الظاهر ببيرس. وفي القاهرة حظي ابن النفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء. إنجازاته: لقد بقي العلم قرونا مصرا على تعاليم جالينوس وابن سينا، وفجأة ظهر 3 من العلماء الأوروبيين يصفون الدورة الدموية في القرن السادس عشر بذات الألفاظ التي استخدمها ابن النفيس قبلهم ب3 قرون، وهم ميشيل سيرفتوس الإسباني الذي حكم عليه بالإعدام حرقا بسبب مؤلفه اللاهوتي، وكولومبو في بدوى، وأخيرا هارفي الإنجليزي الذي درس في بدوى وادعى أنه صاحب الاكتشاف. ولكن الحقيقة هي: ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وقال إن الدم ينقي في الرئتين قبل سيرفيتوس ب3 قرون. كان ابن النفيس مستقلا في التفكير والرأي، ويعارض الآراء وينقدها حتى ولو كانت من جالينوس أو ابن سينا، فخرج من ملاحظاته وخبراته إلى أن الدم ينساب من البطين الأيمن إلى الرئة، حيث يمتزج بالهواء، ثم إلى البطين الأيسر، وهي الدورة التي نسميها اليوم بالدورة الدموية الصغرى. وكانت تلك خطوة كبرى اعتمد عليها الطبيب البريطاني هارفي الذي كشف سنة 1628 ميلادية الدورة الدموية الكبرى. وقد سجل ابن النفيس اكتشافه هذا في كتابه شرح تشريح القانون لابن سينا، حيث يقول: والذي نقوله نحن والله أعلم أن القلب لما كان من أفعاله توليد الروح، وهي إنما تتكون من دم رقيق جدا شديد المخالطة لجرم هوائي، فلا بد أن يحصل في القلب دم رقيق جدا وهواء ليمكن أن يحدث الروح من الجرم المختلط منهما، وذلك حيث تولد الروح وهو التجويف الأيسر. وكان ابن سينا قد ذكر في كتابه القانون أن القلب به بطينان، وأن أحدهما مملوء بالدم وهو البطين الأيمن، وأن الآخر مملوء بالروح وهو البطين الأيسر، وأنه لا منفذ بين هذين البطينين البت. وعارض ابن النفيس هذا الرأي حين أثبت بالتشريح أن الدم يذهب من البطين الأيمن عبر الوريد الشرياني إلى الرئة لينقي بها ويلطف جرمه، ثم يعود من الرئة إلى البطين الأيسر وقد لطف جرمه وخالطة الهواء.
وبالطبع لم تكن العدسات المكبرة قد اخترعت في عصر ابن النفيس، ولم يتم الكشف عن الأوعية الشعيرية إلا بعد قرون، وبذلك يكون ابن النفيس قد سبق عصره بقرون في اكتشافه للدورة الدموية. أهم اكتشافاته ومؤلفاته: الدورة الدموية الصغرى كان أول من وصف الدورة الدموية الرئوية بدقة، حيث أوضح أن الدم ينتقل من البطين الأيمن إلى البطين الأيسر عبر الرئتين، وتحدى بذلك نظرية جالينوس القائلة بأن الدم يمر عبر مسام في الحاجز بين البطينين. الشرايين التاجية: قدم أول وصف صحيح للشرايين التاجية ووظيفتها في تغذية القلب بالدم. الموسوعات الطبية: 1000 موسوعة، الشامل في الصناعة الطبية التي تعد أضخم موسوعة طبية كتبها شخص واحد في التاريخ. شرح تشريح القانون: يعد أشهر مؤلفاته، حيث شرح أجزاء التشريح في كتاب القانون لابن سينا، وتضمن الوصف الدقيق للدورة الدموية الرئوية. مساهمات أخرى: وضع نظريات في علم الإبصار والنظر، ووصف بدقة تشريح الحنجرة وجهاز التنفس، وأوصى بالاعتدال في تناول الملح. قدمت لكم هذا المحتوى قناة معلومة عالمية. لا تنسى دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد من سلسلة أعظم علماء المسلمين عبر التاريخ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.